بعد ما سابك وراح اتجوز وكمان خلف ورجع يتنحنح ويقولك وحشتيني اني وانتي صدقتيه وابتسمتي من جواك وقلتي وانا كمان؟ يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. عارفه ليه انا بقولك يا خيبتك؟ انا مش بضايقك ولا حاجه، بس عشان انتي اللي استبن. ويا ريتك استبن عادل ولا استبن عادي، ده خلاك استبن مهوي. هو سابك وراح اختار الواحده اللي تنفع تبقى ام العيال، او جايز امه اللي اختارتها له. وتفتكري بقى هو سابك ليه؟ يمكن اتجوز جواز صالونات، يمكن شاف فيها ان هي تنفع ام العيال وانتي لا، يمكن امه غصبت عليه وقالت له اتجوز زئرده بنت خالتك والا هغضب عليه، وسابك انتي بقى تهري وتنكوتي وقالك معلش دي تحكمات بابا وماما والاسره والاصدقاء. وبعد بقى ما سابك وعاش حياته وعمل جو اسري وشبع من ام العيال وطلع شهر العسل وبقى في شهر البصل وخلف عيل واتنين ومليون، فحس بالملل وزهق، ويا كبدي ويا عيني قعد يدور في دفاتره القديمة يشوف له واحدة بقى من اللي كان عارفهم زمان، من اللي ارتبط بيهم كام شهر ولا حتى كام سنة، يفرفش كده معاها. لأن هو مش من النوع اللي ممكن يتجوز واحدة مشي معاها ويبتدي بقى يشتغل لك في الأزرق ويتنحنح ويعمل لك مرة اد على الفيسبوك، مرة يكلمك من رقم غريب، وأول ما تقولي له ألو يبتدي بقى يتنحنح ونيني وحشتيني وصدقيني وانا من غيرك بموت، وهاتك بقى يا عياط ودبدبه في الارض، ده انا حياتي جحيم من غيرك، ده امي اللي غصبت عليا، احنا لازم نتقابل دلوقتي. وعشان اللئيم بقى يظبط الدور ويحبكها عليكي يقولك تعالي نتقابل في المكان القديم اللي كنا بنحب بعض فيه، ويروح ساحب الحديده ونفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا. قال الواد يعني عايش على الذكريات، وانت طبعا يا موكوسه هبله وعبيطه طالما ما قفلتيش في وشه وعملتي لي بلوك. هو عارف انه اصطادك صح، وهو واثق انك دلوقتي قاعده بتفكري تنزلي ولا ما تنزليش بجد، يبقى ساعتها يا خيبتك بجد. وهو بقى سايب الزوجه الصالحه قاعده في البيت تربي العيال اللي شبه الست الوالده معززه مكرمه، وانتي بيجرجرك تاني في الشوارع عشان تجددي له شبابه وتطيري ملله وتفرفشي عليه وتروقيه، ويرجع بالليل ينام في حضن الزوجه الصالحه ويقولك بقى يلا نرجع زمان وذكريات زمان وليالي زمان وحب زمان، قول الزمان ارجع يا زمان. وتعالي لي هنا بقى، ويا سلام لو انتي مرتبطة او مخطوبة يا اختي يلعب في دماغك لحد ما تفركشي، وانتي بقى مصدقة انه هيسيب مراته نقاوة ست الحبايب ويفضل معاك انتي يا خيبتك، ويفضل بقى يعيد ويزيد ويقولك ده انا مكمل معاه عشان خاطر العيال زئرد وزئردة، ويفضل يتنحنح ونيني ويعني يا اختي هو زمان لما كان فاضي مرضيش بيكي وما اختاركيش، دلوقتي لما بقى مليان ومعاه 90 قرد راكبين على قفاه هيختارك انتي؟ يعني هيسيب مراته ويهد بيته عشان خاطر عيونك انتي يا اختي الدبالي؟ طب ما كان سابها من الاول يا حبيبتي. انتي بتفكري ازاي بجد؟ هو انت دماغك دي فيها ايه؟ هو شايفك واحده هبله وعبيطه تيجي بكلمه وتروحي بكلمه، ومش معبرك ولا عامل لك تقدير ولا احترام من اساسه، شايفك مجرد لعب. ويا خايبه لو عاجبك منظرك كده انزلي بقى قبليه وخليه يلعب بيكي كوره اكتر واكتر. ولعلمك بقى هو مش غلطان انه كلمك وقال لك وحشتيني، الغلط عندك انت، انك من الاول وافقتي تفتحي له المجال انه يسمع صوتك اصلا، لانه من زمان باعك واختار بنت تانية يخلف منها وتعيش في بيته. يا عبيطه هترجعي للي باعك زمان وفضل واحده تانية عنك؟ عايزه بقى بعد كل ده ترجعي له وتكملي معاه وانت بالنسبه له السهله الاستبن اللي يرجع لها كل شويه ياكل دماغها بكلمتين فتترمي في حضنه؟ يا بت اللي باعنا خسر دلعنا، واللي باعنا خسر دلعنا راح في حاله يلا يودعنا بالسلامة مش هبكي عليه. وعايزاكي حطيها حلقة في ودنك وافهمي مني حاجة، مش معنى انه رجع وقالك وحشتيني انه حس بغلطه، ولا مثلا يا اختي هيسمي عليكي ويتجوزك. لو النبي يا اختي ده رجع يحس بالاحاسيس اللي مفتقدها مع مراته اللي فضلها عنك واللي بقت بالنسبة له في البيت شيء عادي ومعتاد عليه، رجع يسمع منك يا اختي الحب والحنان والكلام اللي بيحبه والاهتمام والدلدقه عليه. ما هي المدام بقى ما بقتش فاضيه ليه وفاضيه للعيال، انما بقى فاكره انه هيرجع يتجوزك، لا مش هيحصل. هو هياخد منك جرعه الحب والحنان ويرجع يعيش كل يوم بالليل في بيته عادي، وانتي يركنك عرف في كل ما يعوز جرعه حنان يجي. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك، خيبتك دي ما وردت على حد يا خيبتك. وعايزاكي تتابعيني انا بسنت النبراوي عشان تشوفي خيبتي وخيبتك.